الكابتن محمد جعفر، هيدي يمكن حلاوه وضريبه بنفس الوقت انك تلعب بنادي النجم. بدقيقتين قبل ما اروح الى فاصل استاذ سعد، اليوم الامور اللي عم بتصير بالاتحاد خلينا نمر عليها. موقفكم وين انتم اليوم من هالامور كلياتها؟ هناك فريق الانصار ممثل بالاستاذ وضاح يلي اخذ موقف من الاتحاد، انتم كفريق نجم يمكن اخذتوا انه ما بدنا لا احنا بدنا نقول نقيم عن نفسنا مثل لا انتم وضحتوا بفتره من الفترات انه انتم مع الانديه اللي انظلمت، صح ولا لا؟ لا طبيعة ضد الحال احنا كنا نعم. عندنا في تواصل دائم مع الاتحاد، نعم وكان عندنا مطالب قدرنا نوصل لنتيجة فيها، وفي نعم. اشياء ثانيه بعد ما وصلنا لنتيجة. نعم هلا نحن بخلال البطولة انه كيف اذا بدنا نرفع شعار ام يافطة ام عنوان ام يكون عندنا اجندة، إيه بدنا نكون نروح ننفذها. صح. نحن اليوم في استحقاق اسمه البطولة. نعم هذا بعد هدفكم. تفاصيل اي بعد البطولة كل شيء قبل للنقاش. نعم اليوم في بطولة وفي عنا كمان استحقاق أهم من البطولة هو استحقاق المنتخب. صح. طب مثل ما بقولوا لا يعلو صوت على صوت المعركة اللي هي شو معركة البطولة، وشغلة ثانية اللي استحقاق المنتخب. نحن كثير أمور خطرنا فيها الاتحاد وتوصلنا فيها مع الاتحاد، ببعض منهم وصلنا لنتيجة. نحن ما عم نقول إنه كل شيء اللي بدنا إياه مش كانت النجمة اللعبة بدها إياه وصلنا له، لا في ورشة عمل كبيرة لازم تنعمل. وكان الاتحاد قال انه بده يتواصل مع الانديه، للاسف لحد اليوم ما صار هذا التواصل. ندعي عبر منبركم انه يصير في هذا التواصل، لانه مطلوب انه شال اللعبه ما هي. صح. مش يعني انه اذا نادي النجمه وضعه سليم انه اللعبه وضعها سليم، لا بس كمان بدنا ننظر شوفوا ظروف البلد. ما بنقدر كمان نقول له للاتحاد او الانديه نطلب منها اكثر من ما شو من ما بيقدروا يحققوا. يعني اليوم بس يجي امر منع الجمهور. خلينا نفصل اكثر بالموضوع هذا عن الاتحاد، وايضا رح نكمل معك كابتن محمد ومعكم مشاهدينا الكرام. انما حاليا عندنا فاصل صغير ومن بعده رح نتابع، خليكم معنا. نعود معكم مشاهدينا الكرام الى متابعه الحلقه الشيقه اليوم مع الاستاذ سعد الدين عتيني امين عام نادي النجمه. اهلا وسهلا فيك من جديد. ايضا اللاعب خط الوسط المتميز الكابتن محمد جعفر. يعني معنا اليوم الامين العام والقائد الرسام بصح التعبير بعود الملعب. استاذ سعد بدنا نرجع، نحن كنا عم نحكي قبل ما نروح لفاصل عن وضع الاتحاد، هناك بيان ايضا من نادي الانصار حول هذا الموضوع. بنكمل بس اكثر بموضوع الاتحاد. موضوع الاتحاد نحن دعينا لدعوة من نادي الأنصار. هلا الدعوة كان قبل بنهارين نادي الأنصار عامل بيان. هل صحيح انه توجهت الدعوه بعد ما انعمل الاجتماع والغداء اللي قال عم بيقولوا؟ توجهت الدعوة بعد من بعدها لكم؟ من بعد البيان توجهت الدعوه لكم؟ لا قبل البيان. الدعوة توجهت قبل 48 ساعة. نعم. كان صادر بيان عن نادي الأنصار. نعم. هلا رجع خلال 24 ساعة كمان صدر بيان جديد عن السيد وضاح الصادق. بيان لأنه نحن وكأنه هيدا بيان مسبق شو بده يطلع على الاجتماع، وحط انه نحن داعيين وحط الاجنده وفتح بين هلالين النار على الاتحاد. وكأنه هالشيء ملزم للأندية، مش نادي النجمة بس اللي اخذ موقف. انا على حد علمي انه 3 أندية العهد اعتذروا عن الدعوة. والسفر قالوا بداعي السفر. يعني حرين شو يقولوا. لما سافرت انت على الشمعة؟ هلا نحن مش هيك اعتبرنا انه ما بيجوز انه كان يصير يطلع شيء بهالشكل. عرفت كيف؟ ونحن مدعوين لاجتماع. هلا كمان في ليش ندعى 4 ما دعى 12 نادي كمان؟ عرفت كيف؟ يعني هيدي من ضمن الاشياء. نحن اي اجتماع بده يتحضر له بيتحضر له من خلال تنسيق معين، وبيجي بصير فيه هو التتويج للاجتماع، المناقشات اللي ممكن تصير بالكواليس أم شيء. نحن الموضوع شو المطلوب؟ انه اذا مطلوب ترحيل الاتحاد شيء، اذا مطلوب تصويب المسيره شيء، اذا في عندنا ملاحظات معينه بنجي هذا كمان بدك نعرف على شو نحن مدعوين. صح. مش هيك اعتبرنا انه اعتذرنا عن قبول هذه الدعوه. لان نحن برجع بقول لك انه عندنا في البطوله وفي عندنا الاستحقاقات تبع المنتخب، هذا اللي خلينا نعتذر عن بس تجاوب معكم رجال الاتحاد بموضوع تاجيل المباريات ولا يلعب الصفا قبلكم نص الموضوع؟ تجاوب مع ليش عم نقول نحن في كثير امور تجاوب معنا الاتحاد. يعني وحده منهم انه تجاوب معنا قلنا لك هذيك المره من السنه مشان نظام الاعاره. كان في كثير اشياء تجاوب معنا من خلال هذا، وفي اشياء بعد مش انه ما تجاوب معنا. بعتقد انه الاتحاد داهمته كثير الاستحقاقات
وعندنا صار هلا دوري مضغوط. هلا انا بس هناك طلعت على استقالة كمان برنامج الاستاذ رهيف يلي طبيعي كان. طبيعي اللي هو يعني كان عاطي كل صح. وقته للاتحاد. طلعت انا ببرنامج كمان مباريات الصفا، لقيت عندهم ضغط بالمباريات. يعني كمان بدك من خلال تواصل نقدر نحن نرفع الصوت، بس انه بالنتيجه بدك تشوف الواقع، انه هل بتقدر انت هالشيء بيترجم على الواقع. نعم. خلينا ناخذ استاذ سعد وايضا كابتن محمد مدير نادي فريق شباب الساحل الاستاذ حسين فاضل، للعوده الى موضوع مباراه امبارح. يعني شفنا يمكن بعض الامور يعني كنا ما نتمناها بالتاكيد بهالمباراه، ما بعرف ليش صار عم يتحول نجم الساحل الى هذا الامر يلي استاذ حسين يمكن بيحب يطلع لنا اكثر. استاذ حسين تحياتنا لك واهلا وسهلا فيك. يسعد مساك حبيبي. استاذ حسين معنا الاستاذ سعد والكابتن محمد جعفر. امبارح مباراه الساحل النجمه حسيناها شوي صارت ديربي ميلان انتر او شيء يمكن، ليش هالامور دائما عن جديد بلشنا نشوفها الساحل النجمه؟ والله بالبدايه يعني انا بدي احييك واحيي ضيوفك. نعم. انا بعتذر منك لانه ما في حد مني في التلفزيون. ولا همك. بس يعني ردا على السؤال اللي حضرتك تفضلت فيه، مش موضوع عال اذا بيكون دربي بس ضمن نطاق الفوتبول وضمن نطاق كرة القدم. خلينا نكون يعني ما نطلع عن الاخلاقيات وعن اللي صار امبارح. يعني انا ما بداية بحب بلش من عند حالات الطرد اللي صارت. يعني ما خصهم فيها بس كابتن حسين، ما خصهم فيها فريق النجم حالة الطرد الحكم. لا ما عم بحكي، انا ما عم بقول خص النجمي. انا اذا بدك ترجع انت يمكن عم بتحكم على موضوع الجمهور. يعني بتتفاجئ امبارح ما بعرف، يعني ما بيخلى الامر انه بكل جمهور. عشان انا اول شيء بدي ابارك لنادي النجمه الفوز، لانه اكيد هو النادي النجمه. يعني انا متصدر الدوري وفريق بالعكس اي فريق بده يواجه نادي النجمه. نعم. يعني نحن من الفرق، يعني انا بقول لك انه تواجه نادي النجمه انت حتكون صحيح حتلعب مباراه خاصه بعد عوده الجمهور مع فريق بيلعب فوتبول، مع يعني تطلع تتمنى انك تكون مباراه حلوه كثير. نعم. بس للاسف يعني انا بدي اقول لك انه البعض يعني ما حابب يفوت بالاسامي، يعني حتى امبارح على جروب النجمه صار يعني بس استاذ حسين بس انا بتاسف انا مضطر اقاطع. يمكن هذه الامور ما خص فيها في فريق نجم، نحن نحكي على الامور اللي صارت يمكن بين اللاعبين، حتى شفنا خشونه من لاعبي فريق شباب الساحل امبارح. لا يا استاذ انا هون يعني معلش بدك تسمح لي موضوع الخشونه، مش كنت حابب اتطرق للموضوع اللي عم يدعوا حتى امبارح باكثر من محل انه والله شباب الساحل ما بيلعب فوتبول وشباب الساحل كان عم يتاذى الضرب. يعني ما بعرف اذا كان الفوتبول يعني كيف هو، يعني شو معيار الفوتبول عندهم ما بعرف، او كيف واحد بده يلعب فوتبول. اذا بترجع لاحداث المباراه الفنيه نحن كنا البادئين بالفرص، نحن كنا الاخطر وكنا الاكثر استحواذ. النجمه يعني عفوا انا ماني بوارد فريق النجمه، بالعكس انا بحكي عن فريقي. النجمه امبارح ما كان بيومه هذا اذا بتقرا وبتتابع بشهاده الصحف والاعلام. اما شباب الساحل فنيا وين كان في خشونه؟ مثل مين بالصحف؟ كان عندنا خشونه. يعني اذا بدي ارجع لموضوع، اذا انت عم تتطرق لموضوع الخشونه يعني هون وصلتني للكابتن رضوان غندور بتعمل التحكيم. يعني يعني كيف هي الخشونه؟ يعني انه ما هدف النجمه، هدف التقدم الكابتن حسن محمد هو واضح من لمسه يد، ما في مشكله. هلا بدنا نتعود وصاروا بيرجعوا بدك ترجع شوي نحن يعني بنستعين بالاسطوره مارادونا، انه شو وين المشكله؟ ما مارادونا مسجل هدف بايده. عرفت كيف؟ هدف حسن محمد كان واضح للكل، هذا كان نقطه تحول بالمباراه. اما انه موضوع الخشونه لا بالعكس، الحكم هو ما ترك المباراه توصل لبر الامان، خاصه بعد ما صار في نتيجه التعادل. بتمنى انا على اللي عم بيقولوا انه شباب الساحل بيلعب خشونه وكان امبارح، هذا من رايهم، هذا رايهم الخاص، هذا بيمكن النظام الخاص اللي بيطلعوا للمباراه. اما انا بدي اقول لك الكابتن رضوان غندور هو من افسد المباراه، هو من اساء لفريق شباب الساحل، هو من يعني تعمد الطرد. ما تعتبرني طرف او لاني من شباب الساحل عم بحكي هذا الموضوع، لا ابدا نهائيا. استاذ حسين يعني بس خليك معنا. حاله ضياع. خليك معنا، يمكن الاستاذ سعد عنده شيء توضيح او شيء. بس انا مسي عليك وبنشكرك على المباركه بنقول لك هارد لك. بس انا بدي انت تطرقت لبعض من جمهور النجمه اللي تعرض لكم، وهذا نحن ما بنرضى فيه طبيعي. بس انا كنت حابب اسمع منك اللاعب اللي عندكم هو ظاهر شو تعرض لنادي النجمه، وما كنت حابب هذا. انا كنت حابب اسمع منك شيء اعتذار الحقيقه.